السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح الفل عليكم جميعا يا جماعة. او يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو بتاعي. طبعا يا جماعة زي ما عودتكم قبل ما نخش في موضوع الفيديو بتاع النهاردة او الحلقة بتاعت النهاردة، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك للقناة، ولو عندك اي استفسار بخصوص الحلقة دي سيبولي في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد على 100% من اسئلة حضراتكم. بس يا ريت يا جماعة نركز في اللايكس شوية، عشان كتر اللايك بيساعد ان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشاهدين، والمعلومات توصل لكل الناس اللي مهتمية بفيز السياحة والهجرة لكندا لامريكا لدول الاتحاد الاوروبي وكيفية تعديل الاوضاع. فما تنساش فضلا وليس امرا تعمل لايك للفيديو. نسمي الله ونخش في موضوع الفيديو بتاع النهاردة، وهو احمد ازاي نعرف ايه المكاتب النصابة، وازاي اعرف ان اللي انا بتعامل معاه ده راجل نصاب مش فعلا شخص هيساعدني هيحضر الورق بما يرضي الله. مش هيستغلني، مش هيبقى عايز مني فلوس وخلاص ويعمل لي ورق مضروب والكلام ده كله. الاسئلة دي كلها جات لي كتير، وفي ناس سألتني عن مكاتب. والله يا جماعة انا مش بحب اعمل دعاية لحد وبتاع، عشان ما ينفع، عشان بعد كده ما يتفهمش ان انت بتقول الكلام ده كله علشان خاطر انت بتدعم مكتب معين باسمه. فانا مش بحب اعمل الحاجات دي كلها، او ما بحبش ادعم حد. اللي انا اعرفه هقوله لحضرتك. ازاي تعرف تميز ما بين مكتب ومكتب؟ هي دي وظيفتي. انما ما ينفعش مثلا اطلع اقول لك لا خلي بالك من كذا كذا كذا، المكاتب بتعمل مكاتب بتعمل، وبعد كده اقول لك لا بس خلي بالك روح المكتب ده، المكتب ده كويس. في طبعا مكاتب كويسه انا كتير اتعاملت معاها، بس انا هشوف ان انا كده كلامي ما فيهوش مصداقيه قوي ان انا اقول للناس مثلا ان في حاجه معينه يبقى انت بتعمل كل ده عشان خاطر حاجه معينه. فانا عشان كده انا مش بدعم مكتب باسمه. بس انا وظيفتي هنا ان انا اقول لحضرتك ازاي تعرف ان المكتب ده نصاب او المكتب ده كويس وشغال بما يرضي الله. ركز معايا بقى يا باشا، بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب اللي يجي يقول لك انا هجيب لك فيزا ده نصاب، وما تكملش كلام معاه وقوم وسيبه وامشي وما تتواصلش معاه تاني. حتى لو بص هيعمل لك الملف ده ببلاش. ده رقم واحد. مفيش حد يا جماعة يقدر يجيب لك فيزا ولا يضمن لك فيزا على كوكب الارض. اوراقك ومستنداتك، كشف حسابك البنكي، الاتش ار ليتر بتاعك، السجل التجاري والبطاقة الضريبية، الروابط اللي هي موجودة علشان ترجعك بلدك تاني، هي دي الحاجة اللي تديك فيزا. انما المكتب اللي يقول لك هجيب لك فيزا، مفيش حاجة اسمها الكلام ده خالص. دي النقطة رقم واحد. النقطة رقم اتنين يا جماعة، ركزوا بالله عليكم في الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي. مفيش حاجة اسمها طب انا هجيب لك فيزا وبعد كده بعد ما اجيب لك الفيزا لو الفيزا طلعت تديني 100,000 او 50,000 او 150,000 والارقام اللي احنا بنسمعها دي. تكلفة الفيزا كلها يا جماعة مبلغ كله كده لا يتخطى 6 7 8 آلاف جنيه. تمام. هو بيجي يقول لك ايه، ادفع لي بس يا باشا 5000 جنيه في الاول، تمام، هي الاوراق اللي انا هخلصها لك، وبعد كده والله الفيزا جت ما جاتش ما تدفعش حاجه. هو اساسا ما بيعملش اي حاجه غير ان هو بيدفع الخمس 6000 جنيه اللي في الاول دول، اللي ممكن حضرتك انت تدفعهم اصلا. بس هو للاسف بينصب عليك. والله جت الفيزا رشقت معاه، ادي الفيزا هي انا طلعت صادق معاك اديني 150 الف، وهو ما عملش اي حاجه. فدي حاجه رقم اتنين. مفيش الارقام اللي انتوا بتسمعوها دي يا جماعه. دي رقم اتنين. ركزوا يا جماعه في اللي بقوله لكم ده. مفيش حاجه فيزا ب 150 و200 وب50، مفيش الكلام ده. الموضوع كله اصلا ب 6 7000 جنيه وممكن اقل كمان. انا بقول لك 6 7000 جنيه دي ومعاك مكتب. تمام. فدي الحاجة رقم اتنين. النقطة رقم تلاتة وهي دي طبعا هي الأهم، اللي مكتب اللي يقول لك لا أنا بعرف أطلع كشف حساب في البنك، انا بعرف اطلع اتش ار ليتر، انا هعرف اجيب لك سجل تجاري بطاقه ضريبيه. ده نصاب، ويفضل كمان انك تبلغ عنه، لان ده شخص مزور اوراق رسميه، فده ممكن يوديك في 60 داهيه اصلا، ويجيب لك بلوك كمان من دول الاتحاد الاوروبي. حتى لو بعد كده انت قدمت باوراق فعلا سليمه واوراق صحيحه هتفضل برضو تاخد رفض، لان للاسف انت اساسا خلاص اخد بلوك. فدي النقطه رقم ثلاثة. ما تسمحش المكتب ان هو يضرب لك ورق، يضرب لك كشف حساب بنكي، يضرب لك سجل تجاري، يضرب لك كده عائلي. الحاجات دي كلها ممنوع ممنوع ممنوع. الا بقى لو انت عايز تحط نفسك في التهلكة يا صديقي، ده شيء يرجع لك انت. دي النقطة رقم ثلاثة. عايز اتكلم برضو يا جماعة بخصوص حاجة برضو مهمة جدا، وهي الاستشارة. مفيش حاجة اسمها استشارة بفلوس، انا ما بقتنعش بالكلام ده. وبرضه للاسف
80% من المكاتب الايام دي يا جماعه بقت عايشه على حاجه اسمها الاستشاره، وعملت فيديو كامل عنها. ان هو دلوقتي انت عندك فيزا سياحه، تمام، حضرتك هتيجي تقعد معايا في المكتب، نراجع الورق مع بعض، تمام، وبعد كده انا اقول لك انت مؤهل ولا مش مؤهل. بس قبل ما تمشي اديني الفيزيتا والنبي 1000 جنيه ولا 2000 جنيه ولا 500 جنيه ولا 600 جنيه. إيه ده ضحك على الدهون يا صاحبي، ده نصب. تمام. وفي مكاتب وصل بعد كده ان هو الاستشاره فقط، بص اسمع يا صاحبي، الاستشارة بس ب6000 جنيه عشان اقعد اتكلم مع شخص. ده انت لو القنصل بتاع البلد مش هتاخد مني 6000 جنيه يا راجل. اعقلها يا صاحبي وتوكل. خش يا صاحبي، انت عايز تقدم اسبانيا، خش على على الويب سايت بتاع اسبانيا، شوف المتطلبات بتاعة الفيزا ايه. خش على الشات جي بي تي اكتب، شوف الدنيا فيها ايه. خش انت دور كل ده، افتح يا باشا الفيديوهات اللي انا بقدمها لك. فمفيش حاجة اسمها الستة وخمسمية وربعمية، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. خش يا جماعة دوروا. انت دلوقتي عايز تقدم هولندا، خش على السفارة بتاعت هولندا، ترجم الصفحة. لو انت مبتعرفش تقرا عربي ترجم، بقت الصفحة قدامك كلها بالعربي. خش يا باشا على حاجة اسمها توريزم فيزا، خش دوس عليها تشوف المتطلبات بتاعتها. بس خلاص الموضوع سهل. عايز فيزا دراسة، خش شوف يا باشا فيزا الدراسة. عايز الهجرة، شوف شروط الهجرة. كل حاجة موجودة على الويب سايت. ليه انت تروح تدفع لشخص 6000 جنيه عشان يقعد يقول لك لا انت كده مؤهل، لا انت كده مش مؤهل؟ في وانا داخل حربية يا عم الحاج؟ انت بتهزر. تمام. فدي يا جماعة الحاجات اللي بتبقى موجودة في المكاتب النصابة. اي حد هيقول لك اي حاجة من اللي انا قلتها لك دلوقتي دي، ابعد عنه تماما، ابعد عنه تماما. وفي حاجة تانية برضو أنا عايز أكد عليها، لو خلاص أنت دوست مع مكتب ما تخونش الناس، بس راجع وراه. وأنا قلت الكلام ده كتير يا جماعة. المكاتب حتى بالنسبة لخطة السفر بيبقى عندهم تمبلت واحد لكل التمبلت، يعني خطة، يعني حاجة رسمه معينه. مثلا خطه سفر اللي دي عاملينها لاسبانيا، كل الناس اللي هتسافر اسبانيا صيف شتاء ربيع خريف، هي دي ثابته. ليه؟ ان هو طبعا ما عندوش وقت يعمل لاحمد ويعمل لمحمد ويعمل لمينا ويعمل لخالد. لا، هي واحده ويلا اطبع. ومحدش فينا بيقرا انجليزي ولا حاجه، ادي خطه سفر هاتها وراح بكره قدم. راجع واقرا كويس، وقول له عشان يعرف ان انت فهمان. قول له انا عايز، احنا دلوقتي انا مسافر فصل الصيف، فعايز خطه سفر متوافقه مع الفصل اللي انا رايحه. دي حاجة مهمة جدا. ده رقم واحد. رقم اتنين، راجع كويس جدا التواريخ بتاعة الطيران المبدئي وما يكونش وهمي. اكد على المكتب ان تيكت الطيران بتاعي يكون مبدئي ما يكونش وهمي. تمام. وان جميع المواعيد تبقى مترابطة ببعض. تاريخ وصولك اسبانيا هو نفس اليوم تاريخ دخولك الفندق. اللي تشيك اوت بتاعك من الفندق هو نفس اليوم التيكت العودة بتاعك لبلدك. تمام يا جماعة. ان شاء الله لو اتبعت الحاجات دي كلها، ان شاء الله بنسبة 95% هتبعد عن المكاتب النصابة، وانت بنفسك هتعرف تقرر المكتب ده كويس ولا المكتب ده مش كويس. اعتقد ان انا طولت عليكم في الفيديو ده شوية. ما تنسوش يا اصحابي نعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناة. ولو عندك اي استفسار بخصوص موضوع الفيديو بتاع النهاردة فسيبهولي في الكومنتات، وانا ان شاء الله هرد عليكم. واشوفكم في الفيديو بتاع بكرة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.